قصتنا النهاردة قصة حقيقية بتحكيها واحدة نقلت من بيتها القديم لبيت جديد، وحصل لها في البيت الجديد ده أشياء غريبة ومرعبة. لكن في البداية لو أنت من محبين قصص الرعب والغموض متنساش تعمل اشتراك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. ويلا بينا نبدأ الحلقة. القصة بتبدأ على لسان واحدة اسمها منال، كان عندها 31 سنة. كانت ربة منزل وعندها طفلتين، الكبيرة عندها 8 سنين والصغيرة كانت طفلة رضيعة، وراحت مع بناتها لبيت جديد وكان في منطقة هادية وعدد سكانها قليل. والبيت الجديد ده كان جميل وواسع وفرحت بيه جدا وبدأت انها تتعلق بيه. وفي الليلة الأولى كانت نايمة على سريرها وحست فجأة ان في حاجة على طرف السرير وكأن في حد قاعد جنبها، وفتحت عينها واعتقدت مثلا انها ممكن تكون بنتها الكبيرة جت عشان تنام جنبها كعادتها. لكن لما فتحت ما لقيتش اي حد قاعد جنبها، وبعد كده كملت نومها وقالت لنفسها كده ربما بكون بتخيل بسبب التعب اللي حصل لنا وانا بنقل لبيت الجديد. ومرت الليله الاولى، لكن بعد كده اتكررت الحادثه دي كل يوم بدون انقطاع تقريبا، ووصل الامر تقريبا انها كانت بتحس ان في حد نايم جنبها، وكمان كانت بتحس ان في انفاس دافيه بتلحقها مهما بتروح. واتطور الامر ده اكتر واكتر، وبدات تلاحظ ان بنتها الرضيعه بتراقب السقف وبتبص في كل الاتجاهات وبتراقب بعينها لشيء بيحصل كده غير مرئي، على الرغم من ان غرفتها كانت فاضيه. وبدات تحس ان البيت ده بيحصل فيه اشياء غريبه او مرتبط بشيء في بعض الغموض. وبعد حوالي شهر جت واحده قريبتها تزورها في بيتها الجديد، وقالت لها انها بمجرد ما دخلت البيت حست بشعور غريب جدا، وكأن البيت ده غير مريح نفسيا او انه بيت مسكون ومرتبط بشيء غامض بيحصل فيه. وفي الوقت ده انتفضت منال مرعوبة من الفكرة اللي قالتها قريبتها ديت، وانها ممكن تكون بتقول الحقيقة بعد الاحداث اللي بتحصل لها يوميا. وحاولت انها تتخطى الفكرة ديت وتنساها وتكمل كلامها مع قريبتها. لكن حصل الصدمة اللي كانت مرعبة بالنسبة ليها لما لقيتها بتسأل عن الطفل اللي بيلعب مع بنتها الكبيرة في الطابق العلوي. قالت لها يا طفل ايه؟ انت عارفة ان ما عنديش الا طفلتين وواحدة منهم كمان طفلة رضيعة. فردت عليها قريبتها وقالت لها انها شافت طفل صغير واقف على شباك واحدة من الغرف اللي بتطل على الشارع. للحظة الأولى حست إنها عاجزة عن الكلام وكمان عقلها توقف عن التفكير، وما فاقتش من الصدمة ديت إلا لما سمعت صراخ بنتها الكبيرة جاي من الطابق العلوي، وطلعت على السلم بسرعة ولقت بنتها الكبيرة في حالة انهيار وعمالة بتعيط. وسألتها إيه اللي حصل لك؟ قالت لها والدموع مالية وشها إنها شافتها وهي بتقتله. قالت لها أمها بتوتر وعصبية كده هو أنت بتتكلمي عن إيه بالظبط؟ قالت لها بنتها انها بتتكلم عن الطفل الصغير. وفي اللحظة دي جت واحدة جارتهم عشان تطمن بعد ما سمعت صراخ بنتها، وسألتهم هو ايه اللي حصل، وحكت لها القصة كاملة بالتفصيل. وساعتها اتغير وش جارتهم دي وقالت لها ان البيت ده ملعون. ومنال قالت لها ازاي، وبدأت جارتها انها تحكي لها القصة كاملة. والقصة بدأت مع اصحاب البيت اللي كانوا بيسكنوا قبلها، ان كان في راجل وزوجته وابنه كمان كان من زوجته الأولى وما كانش بيتجوز عمره إلا ال5 سنين. توفت أمه وقرر أبوه إنه يتجوز واحدة تانية عشان يعوضه عن غياب الأم، عشان هو كان بيسافر كتير بسبب ظروف شغله. واكتشفت زوجته التانية ديت إنها ما كانتش بتقدر تنجب أطفال، لكن ده سبب ليها مشاكل نفسية وكانت بتعذب الطفل ده في غياب أبوه. وكنا بنسمع الصراخ وهو بيعاني لكن ما كناش بنقدر نعمل له اي حاجه، لغايه ما جه اليوم وقتلته واتقبض عليها واتحولت لمستشفى الامراض العقليه بعد ما ثبت فعلا انها مختله عقليا. وخدت قرار غريب وجريء جدا وانها مش هتسيب البيت وهتتعايش مع الموقف. يا ترى لو انتوا مكانها كنتوا هتعملوا ايه؟ انا عايز اعرف رايكم في التعليقات. كده خلصت قصتنا النهارده. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك بالقناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل حلقاتنا. سلام.